مقام الشهيد في الجزائر العاصمة. أنا كنتوقع 1 مليون ديال الجزائريين. ساعة هاد المساقط هادو كيخرجوا غير باش يحتفلوا ملي خسر المغرب. نسيتوا الشهداء، نسيتوا جدودكم اللي جابوا لكم العز وجابوا لكم الاستقلال. حتى واحد ما خرج. حتى أنا قلت غتخرجوا بالآلاف بالملايين. يعني الاحتفاء، الاعتراف. ساعة نتوما خرجتوا غير باش تحتفلوا بخسارة المغرب، ونهار خرجتوا في فرنسا خرجتوا تسبوا المغاربة وتقولوا بأن المرار كاسبة بعدا بكم. يعني كتقلب حتى تعيا في البسيشيك نتاع هاد الناس، كتلقى سي فريمون ils sont des malades. والله الا ils sont des malades اصاحبي. انا كنتخيل دابا يعني كيفاش ان مثلا واحد الجد دار الواجب نتاعو وهو معتقد على انه ولدو ما غينساهش غيحتفل به، واذا به يا ابن عمي ما يقدرش، حتى اللي باغي ما يخليوه. يعني الجزائريين في الجزائر مساكن يعني ما يخرجوا، ما يحتفلوا بالشهيد، ما يديروا مظاهرات، والو ممنوع. هايوا خرج احدهم الى مقام الشهيد، خرجوا 3 الناس في الجزائر العاصمه، 3 داروا اللايف. شتي شحال صعيب صاحبي تقدم الحياه ديالك من اجل بلاد، وفي التالي يجي يحكمك واحد الكابران ويمنع اولادك وولاد ولادك من الاحتفاء بك على الطريقه نتاعو. مشكل. صعيب تكون شهيد، يعني قدمت يعني روحك فداء للبلد وللوطن، وفي التالي يجي كابران يحكمك ويزمت لك ولادك وولاد ولادك، يزمتهم ويهجرهم من البلاد ويخرج 10 المليون جزائري لفرنسا. ومن اللي بغيو واذكر لي أنت 10 شهداء مغاربة. سير كنزي، سير رشيد الله يهديك. هذاك النقاش ديالك دا كدا. شوف المغاربة والتاريخ المغربي في المقاومات وفي المعارك مع الأجنبي، شوف عندنا تاريخ كبر 100 مليون مرة من التاريخ نتاعكم. فهمت؟ ما نجيش نقول لك انا المعركه ديال انوال. سير اقرا على معركه انوال، وقرا على حرب الريف، وقرا على زيان، وقرا على محمد الزياني وعسو بسلام. فهمت؟ احنا عندنا المستعمر هو اللي ماتوا فيه اكثر من المقاومين والمجاهدين. وعندنا معركه واد اللبن مع العثمانيين اللي حكموكم 400 سنه، وعندنا واد المخازين، وعندنا الزلاقه، وعندنا الأراك. هادو معارك اللي ماتوا فيها 3 الملوك. سير قرا على معركة الملوك ال3. هادشي انت ما عندكش. شكون زيع بن بوزيع؟ فهمت؟ انت جا برج بوعريريج، قلت برج بوعريريج، جا بابا عروج حكمك. بابا عروج كان شفار في سميتو في البحر، كان قرصان في البحر، كان الشفار نتاع الحواته وحكمك. ايوا صافي يا صاحبي، خليونا ما نبقاوش نديروا هذاك المزايدات ديال الشهداء من الشهداء. فهمنا؟ قراوك انت بانك انت هو الواعر في العالم، صافي خليك انت تعتقد انك انت هو الواعر في العالم، صافي. ولكن المعارك اللي كتقراها والمقاومين اللي كاينين، ما كاينش مقاوم جزائري كتقرا بحال عمر المختار. ما كاينش بحال محمد بن علي الخطابي، ما كاينش بحال محمد الزياني، ما كاينش بحال عسو بسلام. هذه الاسماء اللي مخلدها التاريخ، اللي داروا معارك ماتوا فيها عشرات الالاف نتاع الكور، عشرات الالاف نتاع الفرنساويين ولا الاسبان. فهمنا؟ ما كاينش. جيب لي المعارك اللي دارها الامير عبد القادر، وجيب لي عدد ديال الوفيات من الفرنسيين وعدد الشهداء من الجزائريين مع الامير عبد القادر. رغم ان الامير عبد القادر ديك الساعه ما كان لا جزائر لا والو، لان الامير عبد القادر ما كانش في تيزي بزوا بن عمي، ما كانش في تيميمون، ما كانش في البيض، ما كانش في واد سوف، كان في المنطقة الغربية التي سميت بعد ذلك بأنها الجزائر والمؤسس ديال الجزائر. إذا شوف خلي داك الجمل راقد. دابا تكلموا على دابا كيفاش أن الشعب الجزائري الآن يعني يعاني الأمرين في الحياة نتاعو، في التنمية نتاعته، في الاجتماعيات نتاعته، في التاريخ نتاعو، في كل شيء ديالو، الجغرافية، التربية الوطنية وداك الشيء.
كيفاش لإحياء يوم الشهيد؟ يطالبون من قاتل الشهيد أن يمنح له الترخيص للتظاهر للاحتفاء بيوم الشهيد. يعني وفهم أنت، ومنعه. دابا المشكلة منعهم هذا سميتو عليه، تم منع المسيرة من طرف المستعمر السابق. المستعمر السابق ابن عمي منعك من أن وأنت تطلب ترخيص ليه. اشرح لي انت هذه. هو شوف راه المنع تم منع جوج ديال المسيرات في فرنسا، في باريس كانت المسيره حراكيه وكانت مسيره ديال الشهيد. منعوا الحراكيه ومنعوا الشهيد بجوج. هذيك الحراكيه مفهومه، كدير واحد الطلب بانك انت غادي تحتج، مزيان، ولكن انت كدير طلب للترحم على الشهيد، والطلب كتقدمه المستعمر السابق الذي لم يعتذر بعد على ما ارتكبه في حق جدك، وانت عايش تما فرنسا. زعما هكا واحد التناقض خطير جدا. لانه انا مثلا نقدر نتفهم بان فرنسا في واحد الوقيته تعترف بانها كانت دوله استعماريه ودوله كانت طاغيه ودارت وتعترف وكذا وتطلب الاعتذار، تعتذر على ما ارتكبه الفرنسيس من 1830 ل 1962 ودير هذا الاعتذار هذا. سوسوريفيا مرحبا. لانه كاين واحد المشكل كبير. دابا انا ملي كنبغي نحلل النفسيه تاع مصطفى بونيف عاد فهمت علاش راه معقد. علاش معقد هو، علاش مريض هو، بوركوا يديكاج كاع داك الامراض النفسيه، العقد ديالو كامله كيديكاجيها فيه. لقى واحد النيش كيديكاجي فيه داك الامراض. لان مصطفى بونيف لو كان ما كانش هذا المشكل مع المغرب وهذا الشيء النظام نتاعو وكذا، كان غيلقى شي مشكل اخر. كان غيكون دابا كيدابز مع كارولينا ولا مع فيرونيكا ولا مع هذيك سميتها ريبيكا. المهم خصو فيني. علاش؟ لان هذاك الاسم عنده. دابا تخيل معايا انت واحد الاسم داروا له الفرنساوي، شكون سماه بونيف؟ سماه له المستعمر ومازال محافظ عليه يا جدك. وهذه من بين العقد اللي كاينه عند هاد العبط، هاد الاغبياء هادو. علاش؟ لان هاد الاسماء هذه كانت في اطار واحد الحرب نفسيه دارتها فرنسا على هاد الناس هادو. فهمنا؟ بو قمزه، بو تفليقه، بو دحشه، بو زعكا، بو امازيغيه. طب مرحبا جيتي مع الطلب عمي، مرحبا بك. بو خروبه، بو يعني في اطار واحد الحرب النفسيه كدار. الاذلال، كتسمى الاذلال ابن عمي، الامعان في الاذلال. اذا واحد الشخص الذي تم الامعان في اذلاله واذلال جده وابي جده، من الاكيد انه غادي يراكم ذاك العقد، غادي تتراكم عنده. داك الشيء علاش مثلا في الجزائر قليل فين تلقى شي سميه عاديه، بحال مثلا سليماني، اسلام سليماني. داك الاسماء اللي فيها داك الياء نتاع النسبه قليله في الجزائر، قليله جدا. لطيفه، احنا جينا شرك باتاي. واش كاين شي اتاي تما ولا الاخوان اللي كدا؟ اتاي وكعب غزال بوقنا بوليكوش. كنا في هذه القضيه هذه ياك. بصح الاسماء قليل فين تلقى اسماء مثلا اليحيوي. كاين عائله وحده ديال اليحيوي في الجزائر، وهاد السميات هادو كتلقى اصولهم مغربيه. في الغالب غتلقى الاسماء هذه بحال اليحيوي، السليماني، الموساوي، العيساوي. هاد الاسماء اللي فيها الياء ديال النسبه، اليحيوي اصلهم مغربي، ما فيهاش نقاش.
كتلقى بان هاد الاصول هذه مغربيه، لان تما ما كانش عندهم هاد القضيه ديال النسب بهذه الطريقه، ما كايناش، ما كايناش. وراه سجلها في اللاق العبقري في اللاق، في داك في واحد الوان مان شاو نتاعو تكلم على هذه القضيه تاع الاسماء، محمد ومولود ومحمد ومولود. يعني الاسماء كتمشي بحال يعني الاسم الشخصي مع الشخصي مع الشخصي، بن فلان بن فلان بن فلان بن فلان، يعني محمد بن محمد بن محمد، محمد بن عمر بن كذا. ولكن داك الكنيه ما كايناش، الكنيه يعني ماشي الكنيه، الكنيه ياك الكنيه واه كاين اسم الاب، الاسم الاب والاسم ديال الجد. فملي جاو يديروا لهم النسب او الكنيه بداو كيشيروا عليهم. نرجعوا لذاك محمد بو دار اللايف ابن عمي من مقام الشهداء، مقام الشهيد في الجزائر العاصمه. انا كنتوقع 1 مليون ديال الجزائريين. ساعه هاد المساقط هادو كيخرجوا غير باش يحتفلوا ملي خسر المغرب. نسيتوا الشهداء، نسيتوا جدودكم اللي جابوا لكم العز وجابوا لكم الاستقلال. حتى واحد ما خرج، حتى انا كنت غتخرجوا بالالاف بالملايين. يعني الاحتفاء، الاعتراف. ساعه انتم ما خرجتوا غير باش تحتفلوا بخساره المغرب، ونهار خرجتوا في فرنسا خرجتوا تسبوا المغاربه وتقولوا بان المرار كاسبه بعدا بكم. يعني كتقلب حتى تعيا في البسيشيك نتاع هاد الناس، كتلقى سا فريمون ils sont des malades. والله الا ils sont des malades اصاحبي. انا كنتخيل دابا يعني كيفاش ان مثلا واحد الجد دار الواجب نتاعو وهو معتقد على انه ولدو ما غينساهش غيحتفل به، واذا به يا ابن عمي ما يقدرش، حتى اللي باغي ما يخليوهش.